رجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة هنتعلم مع بعض وهنشوف حرفة من الحرف الفنية الأصيلة جدا، هو الخيامية. فالنهاردة كده نرحب بالفنان اللي معانا أستاذ حسن قدري. أهلا بيك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ مشرفني ونورني يا أبو شهد. الله يخليك، الله يكرمك. إيه الأخبار؟ الحمد لله، كله تمام؟ الحمد لله. الخيامية من الحاجات الأصيلة جدا، المحترمة جدا. أنا شخصيا بقدرها قوي لأنها كلها بتاخد شغل، بتاخد مجهود. قبل بس ما اتكلمنا عن الخياميه، قولي انت بدات مع عالم الخياميه ازاي؟ انا بدأتها صدفه، يعني صدفه؟ ده صدفه. لا فعلا؟ انا ما فيش حد من العيله اصلا شغال فيها اصلا. انا أوكي. دخلتها كده. اوكي. الكلام ده من 26 سنه. ده انت شكلك صغير. كان عندك مش قوي يعني. كان عندك 10 سنين؟ لا، كان عندي 17 سنه بعد الثانويه العامه على طول. بعد الثانويه العامه قررت ان انت تحترف هذا الفن. هل هي عشان المهنه دي موجوده عندنا في مهنه في الدرب الاحمر. انت من الدرب الاحمر؟ من الدرب الاحمر. احسن ناس. ربنا يخليك، الله يكرمك. فكنت بمشي عليها واشوف واستغرب الناس دي شغاله ازاي. فاستهوتني ودخلت فيها. طيب انت اكيد وانت صغير قد شهد كده كنت بتقعد ترسم وتلون وتعمل موتيفات وتشتغل مع نفسك. يعني كنت بحب الرسم شويه. اكيد كان في جواك حاجه ابتدت تظهر، عشان كده انت حبيت الفن. كنت بحب الرسم شويه، الرسم والالوان، لان انت هنا عامل مزج الوان رهيب، فاكيد الله بتحب الالوان. الله يكرمك. طيب قررت ازاي بقى؟ البدايه كانت ازاي؟ البدايه بقى لما خلصت الثانويه العامه كده كنت بحب ان انا اعتمد على نفسي، يعني كنت دخلتها كوسيله يعني. اللي انا كان ايام الدراسه وايام الجامعه، اللي انا مثلا اخدها في فتره قبل الدراسه واقعد اشتغل وعشان اصرف على نفسي. بس مع اني ده كنت لاقي رفض كبير قوي من والدي ما كانش عايزك تشتغل؟ ما كانش عاوزني اشتغل الشغلانه دي. ليه؟ ما كانش يعني مشكلتنا كمصريين بنبص للصنعه كانها حاجه عيب، مع ان حاجه فن، مع ان المهنه ديت من اهم. بس في الوقت اللي انت كنت فيه عايز تتخصص في حاجه زي كده، ما كانش النظره بالطريقه دي ولا كانت النظره بالطريقه دي؟ لا، كانت النظره برضه يعني دلوقتي في كده للاسف، بس كانت النظره من 20 30 سنه ما كانش كده. النظره كانت شويه كده برضه. انا معايا بكالوريوس تجاره، ما اشتغلتش بالشهاده بتاعتي وده حبيت الشغلانه دي. لا، ما هو اصل احلى بكتير وارقى بكتير ان انت تبقى عندك حرفه يدويه بتصنعها بايديك. وبتطلع فيها اللي عندك، وبتبقى فنان حر بتنطلق، بتطلع اللي فيها اللي عندك. فاكر طب انا عايز قبل ما تقولي اول قطعه عملتها، ايه اللي خلاك يعني بالذات الفن ده تتخصص فيه؟ هو استهواني، يعني انا استهويته. بقول لك كنت انا اعدي مثلا في الشارع مثلا الخياميه، كنت بروح بواجه المدرسه استغرب ازاي هم بيشتغلوا بالابره دي وفتله واحده. أوكي. يعني كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. اوكي. فلدرجه ان انا استهويتها ودخلت مع ناس صحابي وتعلمتها. اوكي. يعني طيب. انت دلوقتي وريني بتعمل ايه بالظبط؟ انا هاجي جنبك كده، احكي لي انت ايه اللي بتعمله. هو الشغل بتاعنا دوت اهو. لا استنى، انا عايز اسال حاجه. دلوقتي دي القماشه الكبيره ليها باك جراوند، يعني في حاجه انت ماشي عليها. بص، ده الباك جراوند الاصلي اللي هو بتاعنا، اللي هو التيل او الدك. ماشي. اللي هو بيستخدم في القماش الدك. ماشي. اللي هو بيستخدم في الخيام، في قماش الخيام. اوكي. ده عشان يخليها ماسكه نفسها. ده الباك جراوند الاصلي اللي هو البيج ده. ماشي. ده اللي احنا بنحط يعني عليه الرسمه. كل ده بيج. صح؟ كل ده بيج. يعني احنا البدايه بتاعتنا عشان بتبقى الدك ده، صح؟ وبعدين بتروح مقفله بالكحلي ده. لا، ما بقفلش بالكحلي، بقفله بتروح حاطط عليه البيج يعني ده كله. انا بص هنا بحط الرسمه، ما فيش مشكله. قول. هنا ده البيج باك جراوند بتاع الباك جراوند بتاع الاصلي. بحط عليه الرسمه وابدا احط عليه الموتيفات دي كلها. طيب البيج ده بقى انت بتقعد تقصقص كل ده بتعمله زي باترون او حاجه؟ لا، بنقصقص بالقماش من غير اي حاجه. من غير اي حاجه. دي الخبره. طب وازاي بيطلعوا قد بعض كده؟ ده نفس ما هي دي الخبره، هي الفكره في كده، في الرسمه، في الشغل ذات نفسه، في التقدير. اوكي. طيب وبعدين اللي بيحصل بعد كده؟ ببدا الاول معلم وبحط القصاقيس كده. هو البيج تحت اهو. البيج اهو تحت فيه اللي هو العلامه اهو. وابدا اللي انا اشتغل عليه على طول. بس انت بتركب كل ده الاول؟ يعني ده بتركب على النبيتي. ده النبيتي بنركب عليه وبعد كده نرسم يعني عليه. يعني دقيقه واحده. البيج تحت، النبيتي ده طبقه ثانيه، هو الطبقه الثانيه. بس انت ركبت عليه الازرق ده الاول؟ لا، بحط النبيتي وبعد كده بركب على الازرق عليه. الدرجات الازرق. يا خرابي. على فكره الشغله دي دقيقه جدا. دي بتاخد مثلا، دي تاخد منك وقت قد ايه؟ دي ممكن تاخد من 10 ل 12 يوم. القطعه دي شغلي كل يوم حوالي 10 ساعات. يا خبر ابيض. طيب بس هي خبر ابيض، بس انت في الاخر بتطلع حاجه تحفه. طب انا عايز اسالك سؤال،
احنا عندنا ناس بتقدر الكلام ده ولا قليلين بصراحه؟ بص هو شغلتنا سكت على طول. لا هقول لك حاجه. شغلتنا نسبه فيها يعني مثلا 70 او 80% بتعتمد على السياحه. 70 ل 80% ده نسبه بتعتمد كبيره. على انت السياحة. كل شغلك زيك زي التور جايد، بالظبط. كل شغله بيعتمد على السياحه. شغلنا بيعتمد على السياحه، بس في دلوقتي طبعا المصريين دلوقتي بدات تفهم حاجه زي كده، لان ما بقتش تعتمد على التابلوهات والكوشن. بدات تعتمد دلوقتي اللي هي تخش في الديكور. اه زي ما كنت بحكي لك بالظبط كده، زي انت ما كنت بتقول لي. بدات تخش في الملابس. في كتير من الديزاينرز بيستخدموا الحاجات بدات تخش في الشنط. فبدا فيها استخدامات، بدا ليها استخدامات مختلفه، فبدا المصريين يتعرفوا عليها. عايزين بقى نقول شويه افكار للناس. ممكن نعمل ستاير، ممكن نعمل نعمل الشغل ستاير. ده. ممكن نعمل بيت كفر اللي هو غطا السرير. بالظبط. ممكن ننجد كنبه بعالها، القعده العربي. القعده العربي. ممكن تبقى مش عربي، يعني ممكن حتى مع المودرن ممكن تعمل معاه، يعني الخداديات دي ممكن تحط على حاجات مودرن، هتبقى في منتج. هقول لحضرتك حاجه، هي فكره الخياميه دلوقتي مش كشغل او ديزاين قديم. هي الفكره دلوقتي كفكره، انت مثلا عندك ديزاين، عندك الوان بتاعتك، عاوز مقاسات معينه بنعملها لك، بنخش نعمل الديزاين على المكان او الالوان بتاعته، ما بنخرجش بعيد عنه. طيب انت النهارده اولا انت بتسوق دلوقتي حاجتك ازاي وفين؟ احكي لي. بص انا عندي يعني انا كل ليا زباين وليا علاقات، وبنسوق برضو في كريتيف ايجيبت. اوكي. اللي هو مركز الصناعات دلوقتي، اللي هو دلوقتي يعني ده بريق الامل اللي احنا بدانا نشتغل بين حل القلال. هل لما اتعاملت معاهم طوروا من الصناعه بتاعتك، علموك حاجات جديده، علموك في حاجات حصلت؟ هو الاي ام سي عامه هو مركز تحديث الصناعه، هو مش مقتصر بس على الصناعه، هو بيديك كورسات. الكورسات ديت سواء اداريه، سواء بيجيب لك مصممين من بره، بيعرفك برضو الفكر الخارجي عامل ازاي. صحيح. وده بيفادنا، وده على فكره فادنا كتير جدا. تعالي هاتي اللي معاكي وتعالي. شهد بنتك الثالثه الصغيره؟ لا الاولى الكبيره بتاعتي. وعندك بنتين كمان؟ عندي زينه ورودينا. ربنا يخليهم لك. شايفينها دلوقتي؟ طبعا. بنبعت لهم الف سلام وتحيه. احنا شهد تعالي. ازيك؟ هي شهد اصلا غاويه رسم. افتحي لنا بقى دي كده، دي رسمه احلى حاجه بحبها، التنوره. ده الصوفي دانس. ده مش التنوره، صوفي دانس. ده الصوفي دانس اللي هو تركي. انت عندك كام سنه؟ عندي 12. طب افتحي لي بقى دي كده. اوكي. تعالي احكي لي بقى عن ايه رايك في الفن اللي باباكي بيعمله الاول؟ لا انا بحبه من زمان، لما كان بيشتغل فيه كنت بقعد معاه واشوفه. فكنت بحب الرسم، بحب الون معاه وكده، كنت بشوفه فكنت بحبه. طب انا عايزك تبقي باصه هناك ممكن؟ وهل ممكن تمسكي الابره والفتله وتقعدي تخيطي وتعملي الكلام ده ولا لسه شويه؟ لا شويه بس، بحاول اعمل معاه، بس بحب ارسم، بحب اساعده في الرسم، بس بحاول امسك الابره والخيط. طب قولي لي انت اللوحه بتاعتك دي انت هتلونيها بقى بعد كده ولا هتعملي ايه فيها؟ هشوف لسه. ما قررتيش؟ لا لسه ما قررتيش. انت مشرفاني النهارده ومنوراني، انا مبسوط ان انت كنتي معايا. عجبتك الاكل والحاجات اللي كنا ولا نص نص؟ حلو. طيب خليكي واقفه جنبي هنا. بص انت هنا في شغل اللي هو الحاجات اللي بنقول عليها خياميه مجازا، في بقى حاجات تانية تعالي كده شهر اللي هي الحاجات اللوح اللي زي كده. ده الخط الكوفي. اوكي. ده الخط الثلث. اوكي. ماشي. اوكي. في عندنا اللي هو ده دي قصه جحا. خليك زي ما انت، خليك يعني. دي قصه جحا. انا وشهد هنمسكها مع بعض. يلا اعرضي معايا حاجات باباكي. سوقي له كده يا شيخه، هديكي كوميشن، هديكي نسبه. احكي لنا بقى حكايه جحا دي. دي قصه جحا، دي قصه يعني احنا عارفين لا القصه، بس دي يعني انت ايه اللي جاب لك الفكره؟ دي احنا بناخد حاجات من الفولكلور عامه. الفولكلور بناخد حاجات، بس ديت يعني ايه بتستخدم، يعني اغلبيه الناس بتاخدها تتحط في اوض الاطفال. بتبقى حلوه قوي. القصص دي حلوه ان احنا نحط بدل ما نحط ميكي ماوس ودونالد داك والحاجات اللي هي جايه من الغرب، احنا بناخد حاجات من تراثنا احنا بنشتغل بيه. قصه جحا دي رهيبه. عايز اسالك حاجه، مش هنقول اسعار الحاجه، بس اغلى قطعه هنا اهو ايه؟ اغلى قطعه هنا اهو هي القطعه اللي انا هي القطعه اللي انا ماسكها. القطعه اللي انت ماسكها ليه؟ عشان الشغل منمن بتاعها. هو الشغل فيها دقيق. فيها شغل فيه دقيق جدا. اوكي. بيتاخد وقت وفيها الوان كتير كمان قوي. الحاجات دي قولي ما بتتغسل دي، انا كمان معجب بدي جدا بصراحه. دي الوانها درجات الازرق مع درجات الفوشيا بالنبيتي رهيبه. الحاجات دي بتتغسل؟ دراي كلين. مش المفروض تتغسل عشان هو اللي هي مش ما بتغسلش على طول، يعني هي ممكن تتغسل كل 3 سنين مره. صحيح. يعني ما تستخدمش على طول. طيب في الكام سنه الاخرين طلع الخياميه المطبوعه، ماشي، اللي هو بقى في كل حته. ده اثر عليك؟ بص اقفي جنب باباكي عشان تطلعوا مع بعض. بصي هو دوت يعني هو مش اثر علينا في الهاند كرافت بتاعنا عامه.
ده اثر على شغل تاني، لان احنا شغلنا دوت بيبقى ليه استخدام معين. انا مش اللي هو شغل الطباعه، شغل الطباعه ده بيستخدم في اللي هو الافراح والمآتم وكده بس. اوكي لكن هو شغلنا اختلف خالص. اوكي. عايز اقول لك ورا سعاد، انت بتعملي ايه؟ انت بتبيعي الاكل؟ ببيعه؟ لا انت طبعا. بتبيعي الاكل؟ بتبيع لكم الاكل؟ اوعى اوعى، بس انا عارفها. ما دفعش حاجه والله. عايزه تطلع تذكره الطياره اللي راحت بيها المغرب. والله انت بتقول فيها. شغاله الله ينور. طب هات للراجل هنا حاجه برضه يدوق يعني. هنجيب ده ايه ده؟ يلا. الراجل عمال يعمل شغل من الصبح، بصي عامل حاجات تهبل. انا قلت للانسه، الانسه قالت لي لا. ليه يا شهد؟ مش عارفه. ليه يا شهد؟ اتفضل ربنا حضرتك. يخليك. انا شكراً. والشفا. الله قلت لها ميرسي يا والله. سوسو. تؤمر يا باشا. حبيبتي. الله يخليك. المايك حاطينه لك في قفاك، هياكل منك حته والله. اعمل ايه طيب؟ ماشي يا شريف، ماشي يا شريف. طيب ماشي. طيب احنا كده قلنا المطبوع ده يعني ملوش قيمه اصلا. ما اصلا ملوش قيمه، والاجانب عامه ما مش بيشتروه ابدا. لا ما خالص. بيقدروش حاجه زي كده. هو هو الفكره الهاند كرافت عامه او الشغل اليدوي عامه ده بيعتبر فن مش شغل. يعني هو عامه يعني عندك حاجه زي الخيامه دي بتدرس في فنون تطبيقيه وفنون جميله، فبيعتبر كفن. يعني انت هو بتطلع في مدارس بتعلم الكلام ده؟ لا في بيبقى منح من وزاره يعني في جمعيات، وفي المجلس التدريب الصناعي دوت برضه بيدرب وبيعمل منح، في نقابه العاملين المهره برضه بتدرب على الصناعات المختلفه اللي هي بدات تنقرض. اوكي. انت عارف انا كمان من الحاجات اللي بتعجبني قوي في شغلكم ايه؟ ان انتوا بتعملوا دمج بين الحضاره الفرعونيه والاسلاميه مع بعض في حاجات كتيره، يعني زي زهره اللوتس مع النجمه العربيه، زي هنا الخط الكوفي مع زهره ده حلو قوي. انا هقول لحضرتك حاجه، هي الخياميه عامه موجوده في كذا في كذا دوله، يعني موجوده في المغرب، موجوده في كولومبيا، موجوده في السعوديه. كولومبيا بيعملوا شغل صعب كمان جدا، بس للاسف احنا بنتميز عنهم بحاجه مختلفه. احنا بنشتغل على التراث بتاعنا، احنا لينا تراث بنشتغل عليه، سواء التراث الفرعوني او التراث الاسلامي. سعاد خلاص تعالي المطبخ بقى، كفايه لم الفلوس وتعالي. وبعدين بس فهو احنا بنشتغل على التراث، بتاعنا. فده اللي بناخد بناخد من الفن الاسلامي. اغلبيه رسوماتنا بناخدها من الفن الاسلامي، بناخدها من الفن الفرعوني كده، فبنقدر ان احنا بنطور نفسنا. يا سيدي انت النهارده شرفتيني ربنا يخليك. وشهد بصراحه يعني نورتنا نجمه الحلقه. الله يخليك. بشكرك، ويا رب السياحه ترجع مره ثانيه ان شاء الله، علشان احنا بس بنطلب بس الناس اللي هي تهتم بالصناعات، لان اصبحت الصناعات دلوقتي كله بيهرب منها. صحيح للاسف. فاحنا عاوزين الناس تهتم بالصناعات للاسف، لان ده تراثنا والتاريخ بتاعنا. انت شرفتني النهارده ونورتني. الله يخليك. وخلونا بس نختم كده